لا، شو عم يصير يا جماعة الخير؟ حدا فهمنا شو يلي عم بيصير؟ هيك كتير منشان تفهم شو القصة عزيزي المتابع. هو مهرجان كوتشيلا بضم الوجوه المشهورة من جميع دول العالم، وكان الأستاذ محمد رمضان هو الوجه العربي الوحيد الموجود في هذا المهرجان. ولأنه الوجه العربي الوحيد بهذا المهرجان، فكان من المفروض أنه يمثل الدول العربية بشخصيته، بلبسه، بتقاليده. وإذ الفنان بيظهر فجأة على المسرح ببدلة رقص. هاي البدلة الرقص اللي هو حمالة صدر وما بعرف شو التاني وفوق انتم ما كنتم شايفين. وإذ الشعب المصري بيقوم عليه بشكل كبير جدا وبينتقده. واول المنتقدين الفنانه ياسمين صبري، عطته اياها بالدقيقه 90 ردت له اللي عمله فيها، يعني ما ملومه. وكرمال تزيد الطين بله، كل اللي حوالين الفنان محمد رمضان طلعوا وصرحوا وقالوا انه اللي مصمم هذا اللبس هو فنان عالمي، وهذا اللبس قريبا رح تشوفوه بكل المهرجانات وبكل المعارض، وكل الفنانين رح يقلدوا الفنان محمد رمضان ويلبسوا نفس الستايل اللي هو كان لابسه. معقول؟ وصحيح قبل ما انسى وسكر الفيديو، مو هو نفس الفنان اللي قال وين السلاح؟ السلاح حيصدي، السلاح حيصدي. قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. ما بعرف بقى مين اللي صدى.